حاجات المفروض تتلغي وكفاية عليها كده، لأن وجودها بيضر أكتر من نفعها. عيد الأم وجوده فعلا بيأذي مشاعر ناس كتير أمهاتها مش معاها ومتوفية. تخيل السنة دي لو بتجيب هدية لمامتك والسنة الجاية ما كانتش معاك، كم الأذى النفسي اللي ممكن تحس بيه من أول ما تشوف هدايا عيد الأم وتسمع أغنية ست الحبايب وتشوف كل واحد بينزل صورته مع صورة مامته في الستوري لحد لما يعدي اليوم. والموضوع مش بيتوقف عندك بس، لا ده كمان بيوصل لأطفالنا في المدارس اللي أمهاتها متوفية أو مش موجودة معاها لأي سبب. وكل ده طبعا بسبب مظاهر الاحتفال الكبيرة اللي بتحصل في كتير من المدارس في اليوم ده. تخيل انت الكبير حسيت بكده، أمال الصغير يحس بإيه؟ تفتكروا أمهاتنا مستنية يوم عشان نحتفل بيها ونسمع كلامها ونقدم لها هدية؟ طب وباقي السنة نسيبها تتعب في مشوار الحياة، لا نسأل ولا نهتم؟ الأم مش مقامها يوم واحد بس في السنة، الأم عيدها كل يوم تعبت وسهرت واشتغلت وطبخت وغسلت ونظفت فيه. عيد الأم لو اتلغى مش هيضر بالأم العايشة في شيء، عيد الأم لو اتلغى هيخفف من علينا عبء هدايا معلمات لأولادنا في المدرسة وهدايا بنشتريها لأي حد في اليوم ده. الغوا اليوم ده وبدلوه بعيد ميلاد الأم وارحموا بعض.